انا شفت الاسبوع ده اللي محدش شافه، واي لعيب بمشيه ما شاء الله بيعمل اللي عليه ويجيب جوان ويتألق ويندمني. اهلا بيكم، معكم محمد السيد في بيل درافت. النهارده هنتكلم عن الاسبوع الخامس. الماتشات فاضل لها ماتش لحد دلوقتي، فاضل ماتش النهارده بتاع نوتنجهام فورست وبيرنلي. اسبوع بالنسبه لي زي الزفت، خوازيق من كل اتجاه. يعني الدمج اللي حصل لي الاسبوع ده علشان يتصلح هياخد له 4-5 اسابيع قدام. نزلت في الترتيب جامد. الماينس اللي عملته ما فاتش. كابتنة سون ما عملتش حاجه. اللعيبه اللي مشيتها جو بيدرو وريتشاردسون اللي هم كانوا عايزين يتعالجوا نفسيا. ريتشاردسون خلانا اللي محتاج اتعالج نفسي دلوقتي بعد اللي عمله. بعد ما مشيته ان كان احتياطي، نزل جون واسيست وكسب توتنهام في الاخر. بعد ما كان 4 ماتشات مفيش خالص فعلا، يعني حرفيا ولا جوه ولا بره ولا اي حاجه. بس طالما طلع من تشكيلتي خلاص. جو بيدو ربنا كرمه وخد الثقه وشاف جون اليونايتد، حط كوره فيرست تايم في اونانا، حط رجله جميله يعني. معاه كان بيضيع في ال6 ياردة والجون فاضي، مفيش مشكله برضو، لا يضيع نضيع. مش عارف، اسبوع بالنسبه لي زي الزفت. النقط مش عارف المها منين. كابتنة سون طبعا. ماتش شيفيلد كان سهل بالنسبه لهم، ماتش لا حاجه تانية طبعا. شيفيلد قلبت اتلتيكو مدريد في عزها. دفاع جامد، متكتلين مقفلين. مش عارف. طيب ما علينا خلاص. هو بقى ايه اللي حصل والاسبوع ده ربنا يتولاني واللي حصل ده يتلم بسهولة. خلينا دلوقتي نبتدي نتكلم عن ماتشات الأسبوع الخامس. هنبتدي الأسبوع بماتش ليفر وولفز. أول ماتش كان يوم السبت. خلاص احنا من أول الأسبوع ده رجعنا نلعب السبت تاني، مفيش ماتشات الجمعة. الماتش خلص 3-1 ليفر. الأداء الليفر ما كانش قد كده. استحواذ الليفر كان 66%، وقدروا في الماتش ده ان هم يعملوا 16 هجمة على الجون. 6 منهم اون تارجت. في المقابل استحواذ وولفز كان 34%. فرصهم كانوا قريبه من الليفر شويه، بس هي الفكره ان هم ما قدروش يترجموا الفرص دي لجوان. لو بصينا على الماب بتاعت كل فريق كان بيهاجم منين، هتلاقي ان الليفر كان على عكس اللي بان في الماتش. يعني اللي بان في الماتش ان صلاح عمل جونين، اسيستين، والتالت المفروض كان يتحسب له، بس عشان إليوت شاط الكوره بره الجون فهي خبطت واتحسب اسيست لإليوت، ما اتحسبش لصلاح. فعلى عكس المتوقع كان الهجوم من الجنب التاني اكتر اللي فيه دياز. دياز ما لعبش اول شوط. جوتا كان بيلعب. كانت الفرقه مش كويسه، يعني اداء الليفر كان ضعيف هجوميا. لما نزل دياز الموضوع ابتدى يشتغل شويه اكتر. وولفز كان الهجوم بتاعها متمركز اكتر في الجنب اللي فيه هوانج اللي هو قدر يجيب الجون، مع ان برضو نيتو هو اللي كان اكتر واحد ظاهر، هو قدر يعمل اسيست وهو اصلا اللي بيشكل خطوره وولفز. يعني يكفي انت تعرف ان نيتو لحد دلوقتي عمل 4 اسيست لولفز في اول 5 ماتشات في الدوري. زي ما قلنا على صلاح، احنا قلنا ان صلاح مش هو دلوقتي التارجت مان اكتر. استخدامه في التكتيك الجديد ده ان هو يقدر ان هو يحرك اللعب ويقدر ان هو يوصل المهاجم للجون. بالذات لو نونيز بيلعب، احنا قلنا ان نونيز هو اللي هيبقى اساس الماتش دوت، وعلى اساس ده حطينا في التشكيله المتوقعه للاسبوع. بس هو ما بدأش غالبا علشان كان لسه راجع من الانترناشونال بريك وما كانش جاهز. ف
ريح شويه نونيز، ابتدى بجاكبو ونفس اللعبه صلاح قدر يعمل بيها اول اسيست لجاكبو ان هو يجيب اول جون. تاني كوره روبرتسون مكمل جوه ال 18 قدر صلاح ان هو يعمل اسيست تاني. لو كان نونيز لو كان اي مهاجم تاني كان هيجيبها لان الكوره سهله. روبرتسون ابتدى يزيد شويه، يعني مهامه ابتدت تزيد. الماتش اللي فات ما كانش ارنولد بيلعب، فكانت هي الجبهه الهجوميه متركزه فعلا عند روبرتسون اكتر، لان جوميز كان هو الباك اليمين، واحنا عارفين ان جوميز ضعيف دفاعيا وهجوميا وعقليا. ففي الاخر كمان كوره مرتده كده صلاح اداها لإليوت شاطها، قدرت ليفر ان هي تخلص الماتش ده. برضو لسه الافراد في الليفر مش ثابته، ماتش بنشوف دياز، ماتش بتشوف جوتا، ماتش بتشوف نونيز، ماتش بتشوف جاكبو. صلاح هو اللي ثابت والافراد اللي حواليه بيتغيروا، بس اعتقد ان هو كده ابتدى يوصل للشكل الامثل للفرقه، يعني ان هو خلاص نونيز مهاجم ودياز شمال وصلاح يمين، ونص الملعب سوبوسلاي وماكاليستر وجونز. فاعتقد ان كده الفريق يعني ابتدى يشوف ملامح هيمشي السيزون بيها ازاي. صلاح بيكمل في تألقه من جهة الاسيستات. انا مش عارف 12.5 بالنسبة للعيب بيعمل كل ماتش اسيست او 2، الماتش ده 2 اسيست و2 بونص، هل دي هتبقى حاجة مفيدة ليك ان انت تقدر تسيب صلاح عندك وفي الاخر يكون مجموعة نقط واسيست او 2، وهو بالسعر الكبير ده، بحيث ان انت ممكن توزع الفلوس دي على بقية التشكيلة وتجيب لعيبة تانية تنفعك اكتر. فانا مش عارف بصراحة، انا ابتديت بصلاح ومشيته. هو كل اسبوع بيجيب نقط، بس يعني اعتقد ان التغيير اللي انا عملته بيه انا راضي عنه. تاني ماتش الاسبوع ده كان ماتش استون فيلا وكريستال بالاس. الماتش خلص 3-1 لاستون فيلا. هو تقريبا الاسبوع ده كله تلاتات، فانا توقعت الماتش ده يكون متكافئ من الفرقتين. يعني كريستال بالاس كنت حاسس ان هي ممكن تقدر تواكب هجوم استون فيلا وكده وتلعب قصاده، خصوصا ان دفاع استون فيلا مش بالقوه اللي احنا يعني نقدر نعتمد على ناس فيها كتير، خصوصا استون فيلا تقريبا ما عملتش غير كلين شيت واحد قصاد بيرنلي في اول 5 ماتشات. الماتش ابتدى وقدرت كريستال بالاس ان هي تجيب جول، بس بعد كده استون فيلا ابتدت ان هي تسيطر على الماتش وتكسب 1 و2 و3 بجوان مختلفه، منهم ضربه جزاء ومنهم جون من اسيست من لوكاس ديدي لدوكان. المهاجم ده كويس، قدر ان هو يجيب جون. بان في الماتش جدا ان الجهه الهجوميه بالنسبه لاستون فيلا هي الجنب الشمال زي ما باين كده في الماب. استون فيلا قدر في الماتش ده ان هو يعمل 16 هجمه، منهم 5 على الجون. الناحيه الثانيه كريستال بالاس 6 هجمات، منهم 2 على الجون، واحده جت جون، والستة دول منهم 4 ايزي، وايزي ما جابش جون الاسبوع ده. ايزي يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، بس الراجل هو كل اسبوع من اكتر الناس في الاحصائيات، من اكتر الناس اللي بتشارك على الجون، وفي نفس الوقت من الناس اللي ما بتجيبش نقط. يعني هو ما جابش غير جون واحد لحد دلوقتي، فمش عارف الموضوع ده هيتظبط معاه امتى وهيبتدي ايزي يجيب نقط للناس اللي عنده. الارقام برضو مش كل حاجه يعني، بس دي حاجه بتوريك ان الراجل بيحاول وجاي. دلوقتي لو بصينا للبلاير بوزيشن بتاع فريق استون فيلا هتلاقي ان الفريق بيلعب بالاثنين مهاجمين في النص اللي هم دلوقتي بقوا ديابي وواتكنز. ديابي ما بيلعبش على الطرف، لا بيلعب مهاجم، فلما ديابي وواتكنز بيبقوا على الطرف الفريق بيعتمد اكتر على الباكين اللي هم كاش ولوكاس دين، وده بان قوي في الكور اللي لوكاس دين كان بيلعبها جوه ال 18 وجي منها جون. واتكنز مكمل في موضوع الاسيستات ده، يعني الراجل لسه ما بيجيبش جوان، وانا قلت قبل كده ان هو ما بقاش هو التارجت مان بتاع الفرقه، وهو ما معهوش ضربات الجزاء، فمجهوده بقى مش مجهوده. النقط بتاعته بقت متوزعه على كذا واحد، منهم ديابي اللي هو كل مره دلوقتي بيعمل حاجه برده، منهم بايلي اللي نزل بعد كده جاب الجون، ومنهم دوجلاس لويس اللي جاب اللي هو بقى معاه ضربات الجزاء وقدر ان هو يجيب جون من ضربه جزاء لاستون فيلا في الماتش ده. في واحد هنتكلم عنه برده هو ادوارد، مهاجم كريستال بالاس. الراجل ماشي بارقام كويسه، جاب لحد دلوقتي 3 جوان في الدوري، قدر ان هو يجيب جون الماتش اللي فات. ممكن في ماتشات كريستال بالاس تارجت الراجل ده جدا يعني، واعتقد ان هو هيقدر يجيب نقط في ماتشات كريستال بالاس
تقدر تكسب فيها بسكور. دلوقتي ماتش مان يونايتد وبرايتون، الماتش اللي هو خلص 3-1 لبرايتون. الماتشات اللي بتثبت اليونايتد وضعه صعب، الفريق في تخبط كبير. الماتش ده اليونايتد بيورينا ان هو موضوع بالنسبه له صعب جدا. برايتون بيثبت لنا ان هو فريق بيعرف يلعب قصاد الفرق الكبيره، قدر ان هو يستحوذ على الكوره في ملعب الاولد ترافورد على مانشستر يونايتد 56%، هنا استحواذ هنا 44%. هجمات اليونايتد كانت اكتر، اليونايتد قدر ان هو يعمل 14 هجمه. راشفورد لوحده عامل 9 من الهجمات دي، 4 منهم على الجون. طريقه لعب اليونايتد اغلبها معتمد على راشفورد حاليا يعني، خصوصا في عدم وجود جناح يمين بعد المشاكل اللي بتاعت انتوني وسانشو والكلام ده كله. اليونايتد 45% من هجماته كانت متركزه في الجنب الشمال اللي فيه راشفورد زي ما احنا شايفين. على الجانب الثاني برايتون زي ما قلت بيثبت لنا ان هو فريق قوي جدا. دي زيربي بيعرف يلعب باي اسماء، قدر يغير في التشكيله الماتش دوت. سولي مارش كان بره التشكيله ما لعبش، استوبينيان ما كانش موجود. في الهجوم فيرجسون اللي تألق الماتش اللي فات ما لعبش الماتش ده. فتغيير الافراد بالنسبه له مش ما فيهوش اي مشكله، اي حد بيلعب بيقدر ان هو يجيب جوان وبيعمل الدور اللي غيره بيعمله بالظبط. الفريق قوي جدا وبيثبت ان هو من اقوى الفرق في الدوري السنه دي. باسكال جروس للمره المليون يلعب في الاولد ترافورد، يحط اي حاجه يجيب جون في مانشستر يعني بالتخصص كده. جروس كل ما يلعب اليونايتد لازم يجيب فيها جون. جواو بيدرو مشيته الاسبوع ده، افتكر ان هو لعيب كوره وان الكوره جوان وكده، وحط واحده ببطن رجله جميله. ويلباك طبعا العوده للاولد ترافورد جاب جون. يعني يونايتد بصراحه حظه جميل، حتى الجون اللي جه في الاول وكان ممكن تبقى 1-1 والنتيجه تبتدي ترجع شويه، الجون اتلغى. الكرة عدت الخط بسنتي كده ولا بحاجة، الحكم حسب ان هي عدت واتلغى الجول. راشفورد كان كويس الماتش ده جدا، وزي ما قلت هو كان محور اداء اليونايتد. اليونايتد هيبتدي من اول الماتش الجاي يخش في ماتشات سهله نسبيا، يعني الفرقه تبتدي تشم نفسها. بس المشكله ان عندهم ماتش في نص الاسبوع في التشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ في المانيا، فربنا يعدي عليهم الماتش ده على خير وما يكونش اخر ماتش نتنهج معاهم. ولسه هنشوف اليونايتد ممكن يعمل ايه مع بيرنلي الماتش الجاي. ونخش دلوقتي على رابع ماتش الاسبوع ده، هو ماتش ويست هام ومان سيتي. الماتش ده متوقع ان هو هيكون صعب على مانشستر سيتي، الفريق عمل كميه هجمات غزيره. السيتي قدر الماتش ده ان هو يعمل 29 هجمه منهم 15 على الجون باستحواذ 69%، رقم كبير جدا قصاد ويست هام. طبعا السيتي معودنا على الاستحواذ والغزير والكلام ده كله. الماتش ده انا ما كتلتش هالاند يعني، وكنت عايز اجيب الفاريز، المفروض كنت اجيبه، بس فضلت ان انا اجيب ايواني عشان ماتشهم مع بيرنلي، وفضلتش وما جبتش الفاريز. وزي ما شفنا طبعا الفاريز تألق الماتش ده وقدر ان هو يعمل اسيستين. هالاند طبعا كالعاده برضو بيثبت لنا ان هو مهاجم مفيش زيه. الراجل قدر الماتش ده ان هو يعمل 9 تسديدات منهم 4 على الجون، وقدر ان هو يجيب جون. طبعا الماتش ده هالاند ضيع كور سهله، كان ممكن يطلع بهاتريك سوبر هاتريك، ضيع كور غريبه غير تألق اريولا كمان. الماتش الجاي للسيتي اسهل بكتير من الماتش ده. هنشوف كابتنة هالاند الاسبوع الجاي هتجيب لنا كام. وانا اعتقد ان هي بالنسبه لي جت سليمه، يعني ان سون ما عملش حاجه وان هالاند يجيب جون واحد وما ياخدش بونص او حاجه، فالضرر مش كبير يعني. في واحد كمان هتكلم عنه في ويست هام، هوارد براوس. الراجل ده كل ماتش اسيست او جون، فبيثبت ان هو صفقه كويسه جدا ليهم. لازم برضو من الناس تبتدي تفكر فيها. ويست هام لعبت كذا ماتش صعبين في الاول، فلو ما تيجي ماتشات ويست هام كويسه وسهله، فاعتقد ان الراجل ده ممكن جدا يبقى من الناس اللي انت بتفكر فيها وان انت تحطها في تشكيلتك. الماتش بقى اللي محدش اتفرج عليه والماتش اللي ملوش لازمه والماتش اللي كنا مستنيين فيه الكلين شيت بتاع فولهام هو ماتش فولهام ولوتن تاون. الماتش ده ما خلص، محدش حس بيه، محدش سمع عنه حاجه. 1-0 لفولهام، جون كارلوس فينيسيوس حتى اللي جابه مش خيمينيز، مش حد من الناس جايباه.
حتى خيمينيز الماتش ده ما ابتداش اساسي. كارل فينيسيوس هو كان المهاجم الاساسي الماتش ده، لانه قدر ان هو يعمل الكلين شيت. اللي شفته الماتش ده ان استحواذ فولهام كان كبير برضو، 78% استحواذ على الكرة، نسبة كبيرة جدا. بس الماتش عدى 1-0. برضو الماتش ده يوريك ان فولهام ضعيفة هجوميا، وزي ما هي كانت ضعيفة دفاعيا في الماتشات اللي قبل كده، ومش عارف الفريق رايح على ايه في الماتشات اللي جاية بعد كده. نيجي بقى للماتش اللي جاب لي قهرة، الماتش اللي لغاية دلوقتي بتحصل عليه، هو ماتش توتنهام وشيفيلد يونايتد. الماتش خلص 2-1 لتوتنهام. سون طلع الدقيقة 80 ما عملش أي حاجة بدون أي مساهمات هجومية. ماديسون ما عملش أي حاجة بس كمل الماتش كله. ريتشارلسون اللي لما مشيته نزل بديل وقدر إن هو يجيب جون وأسيست ويكسب توتنهام. الماتش ده اتلعب في 14 دقيقة فضل ضايع بسبب ان لعيبة شيفيلد كانت بتضيع وقت كتير، وكان الماتش متدربك شوية وفاولاته كتير وكده. أنا بصراحة معجب بطريقة لعب توتنهام جدا، يعني شايف ان الفريق هو اتحسن جدا مع المدرب الجديد اللي هو انجي. لسه برضو الماتشات الصعبة جاية، الماتش الجاي ليهم مع أرسنال، بعد كده ليفربول، فهنشوف لسه الوضع بالنسبة لهم عامل ازاي. توتنهام عمل في الماتش ده 28 كورة، منهم 10 على الجون، عدد طبعا غزير جدا، تسديدات كتير. سون ما شاطش منهم غير 3 بس للاسف، يعني مارسون شاط اكتر شويه. انا قلت ان شيفيلد هتلعب لو بلوك، فده هيخلي توتنهام تلجا ان هي تشوط من بعيد اكتر، وده اللي حصل فعلا، بس ما جاتش مع ريتشارلسون او سون ان هم يجيبوا جوان. لو شفنا الشوتنج ماب هتلاقي ان اغلب التسديدات كانت مركزه في الجنب اللي فيه كولوسوفسكي، لان سولومون هو اللي بيلعب على الطرف الشمال دلوقتي، مش سون اللي بيلعب في الهجوم. وده كان طبيعي ان كولوسوفسكي هو اللي يجيب الجون الثاني، هو اللي كسب ريت، هو اللي ياخد ال3 بونص. فبرضه من الاوبشنات اللي ممكن تفكر فيها بعد كده هو كولوسوفسكي، لان الراجل ابتدى يرجع لمستواه، جون وجون دلوقتي، فكان وعمل تسديدات كتير. هتلاقي ان الموضوع بيتركز اكتر في الجنبين في الاطراف، لان الباكين بيدخلوا لجوه بيعملوا لود مع الاطراف اللي هم بيفتحوا في عرض الملعب اكتر، فده اللي بيخلي بيدرو بورو ايدوجي يكونوا متقدمين اكتر وبيشاركوا في الهجمه اكتر. يعني بيدرو بورو برضو شاط كذا شوط على الماتش ده، وكان ممكن ان هو يعمل فيهم حاجه. انا شايف توتنهام الفرقه بقت حركيه اكتر. مش عارف ريتشاردسون بعد اللي هو عمله في الماتش ده هيرجع اساسي الماتش الجاي ولا لا، بس شايف ان هو ممكن يثبت سون مهاجم كده فتره، خصوصا ان الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب وهو محتاج حركيه اكتر قدام. وبعد ما خلصنا توتنهام هنخش على ماتش تاني، وهو ماتش نيوكاسل وبرنتفورد. ماتش نيوكاسل وبرنتفورد خلص 1-0 لنيوكاسل. ماتش ويلسون هو اللي قدر يجيب الجون ضربة جزاء، جاب جون واتلغى، مع برضه الجون كان فيه لخبطه وضربكه ما نعرفش اتلغى ليه، تقريبا هندس. نيوكاسل كويسه جدا، مش برضه الفرقه عدد الماتشات الصعبه، الماتشات اللي جايه سهله ممكن تفكر ان انت تجيب حد من عندهم. دفاع نيوكاسل هو اللي معروف تريبيه اللي بياخد البونص وبيوزعه هو واصحابه اللي ورا بوتمان وبيرن والناس دي. ويلسون لعب اساسي الماتش ده، هو اللي كان نجم المباراه. الفكره كلها ان نيوكاسل الماتش ده غيرت في الاستراكشر بتاع الفرقه، جوردن بدل ما كان بيلعب في الشمال جه على اليمين، وبارنز لعب اساسي. وبالمناسبه بارنز كان كويس جدا الماتش ده، وقدرنا ان احنا نشوف منه حاجه كويسه، بس ما عملش اي مساهمات، وممكن قدام يكون من الناس اللي بتعتمد عليها برده. حتى في نص الملعب نيوكاسل غيرت في التشكيله، اندرسون لعب من الراجل اللي كان متالق في البري سيزون، وكنا في ناس كتير فكرت ان هي تجيبه. الفكره ان نيوكاسل مع الماتشات السهله اللي جايه هيلعب في التشامبيونز ليج، فمش عارفين لسه هيبقى مين الاساسيين اللي هيلعبوا هنا او اللي هيلعبوا هنا، او الفرقه هتعرف تواكب الزحمه بتاعت الماتشات اللي جايه عليها دي ازاي، خصوصا ان سكواد الفرقه متعدد وفيه لعيبه كتير. ماتش دلوقتي هو كان اول ماتش يوم الاحد، وهو ماتش تشيلسي وبورنموث. الماتش ده خلص 0-0. طبعا الناس كلها محبطه من اللي حصل من ستيرلينج وتشيلول اللي نزل خد انذار وشكرا، بس مش عارف بصراحه اقول على تشيلسي. الفرقه كانت بتعمل كم هجمات كويس، بس دفاعها ضعيف، بتوصل لها فرص بطرق غريبه، وفي نفس الوقت قدام بيضيعوا فرص بطرق غريبه. نيكولاس جاكسون الراجل ده عندي انا مش عارف اقول ايه عليه بصراحه،
يعني هو ما عندوش اساسيات الكوره، ما بيعرفش يثبت الكوره، ما بيعرفش يتحرك. اول لمسه في رجله وحشه جدا، يعني ممكن يكون سريع بيزق الكوره ويجري بس الفينش وحش. اللمسه الاولى وحشه، مش اخد على رتم الدوري الانجليزي، مش عارف في ايه، هو تحسه كده متدربك متلهوي. اعتقد ان هو من اول الناس اللي ممكن افكر امشيها واخلص منها، بس انا عارف ان انا لو مشيته هو هيتالق. فانت لو عندك جاكسون انا اقول لك ان انا همشيه، فانت سيبه هو على هيعمل لك هيظبطك. تشيلويل ما لعبش خالص، نزل خد انذار ما ابتداش الماتش، 0 نقط. كولويل هو اللي لعب باك شمال الماتش ده. كولويل كان كويس، انا عندي كولويل في التشكيله، يعني هو من الناس اللي ابتديت بيها. هو لعب باك شمال، الراجل جاب جون واتلغى، شاط شوطه وصل، يعني حسيته ان هو قريب. هو الشغل اللي كان شيلويل بيعمله كولويل عمله، وكولويل ب4.5. مش عارف الروتيشن هيبقى ما بينهم في الحته دي ولا لا. مدرك هو اللي لعب المكان الماتش دوت في الشمال، كان كويس نوعا ما، يعني قدرنا نشوف منه خطوره كده شويه، خصوصا ان هو بيلعب على الجون اكتر من تشيلويل. فهو اعتقد ده السبب الاكبر اللي خلى تشيلويل ما يلعبش الماتش ده. كويس ان تشيلسي طلعت بالكلين شيت، يعني انا شايف ان الكلين شيت ده كان مكسب يعتبر للناس اللي عندها جوستو او كولويل مش تشيلويل. ف والنقط ما كانتش متوقعه وما كانتش في الحسبان وجت. وعدى على كده ماتش تشيلسي، ونخش على اخر ماتش كان يوم الاحد، وهو ماتش الارسنال وايفرتون. والله الماتش ده برضو من الماتشات الرخمه التقيله. 1-0 الارسنال بالعافيه بطلوع الروح بعد كام هجمات غزير من ارسنال. قدروا ان هم يعملوا 13 هجمه في الماتش ده. ايفرتون على ملعبها كويسه، يعني الدفاع كان كويس جدا بصراحه، انما هجوميا مفيش خالص ابيض. انا الماتش ده توقعت ان مارتينيلي هو اللي هيبقى متالق، علشان كده مارتينيلي اتصاب. بس صدقني والله قبل ما مارتينيلي يطلع جاب جون، والجون اتلغى، وبرضه ما نعرفش الجون اتلغى ليه، وكان ممكن الجون يتحسب عادي، وكان مارتينيلي هياخد نقط عادي. بس الاصابه طلع، وتروسارد اللي نزل مكانه هو اللي جاب الجون. بس اللي حصل في الماتش ده شويه لخبطه، ان مارتينيلي لما اتصاب تروسارد نزل. فلو بصينا على الاتاكينج بتاع الفرقه هتلاقي ان الاغلب 52% من قوه الارسنال كانت في الجنب اليمين اللي فيه ساكا، ما كانش عند مارتينيلي. بعد ما كان مارتينيلي وفابيو فيريرا عاملين لينك كده كويس. يعني حتى لو تشوف دلوقتي في البلاير بوزيشننج ان فابيو فيريرا ومارتينيلي كانوا قريبين من بعض، وكانوا عاملين لينك كويس لحد ما مارتينيلي اتصاب وطلع، ولما نزل تروسارد هو فعال هجوميا بس اقل شويه من مارتينيلي. زينتشينكو برضو الماتش ده كان كويس جدا. انا زي ما قلت زينتشينكو قدر ان هو يساهم في الهجوم كويس جدا، بيلعب اكتر في نص الملعب ضمن للنص، محاولاته كويسه على الجول. فانا شايف ان زينتشينكو من الحلول اللي ممكن تفكر فيها بعد كده. واخيرا يعني جبريل لعب، والحمد لله جاب 5 نقط، كلين شيت ما راحش، والارسنال طلعت بالكلين شيت. مش عارفين لسه مارتينيلي وضع اصابته ايه، هل هيقدر يلعب ماتش توتنهام اللي جاي ولا لا. تروسارد مكان مارتينيلي ممكن حاجه تفكر فيها، يعني لو اصابه مارتينيلي دي فيها شويه يبقى تروسارد ليه لا خالص، يعني ان انت تفكر ان انت تجيبه في الماتشات اللي جايه الارسنال، خصوصا ان الفرقه تعمل كام هجمات كويس جدا. اما ايفرتون بصراحه مش عارف اقول ايه، الفريق وضعه هجوميا صعب جدا، ومش عارف هيكمل الماتشات اللي جايه ازاي. يا رب يكون الاسبوع ده عدى عليك على خير وما تخزوقش زي ما انا اتخزوقت كده فيه. وبس كده، دي كانت كل حاجه الحلقه دي، وشكرا.